يعني ايه ترند الورلد وور اللي الناس بتتكلم عنه؟ الموضوع ببساطة الأوضاع حوالينا مش مستقرة. إيران بتضرب، إسرائيل بترد، أمريكا بتتدخل، وروسيا وأوكرانيا في حرب، وغزة في معاناة مستمرة. وسط ده كله ناس كتير بدأت تتكلم على السوشيال ميديا وتقول هي الحرب العالمية الثالثة بدأت، والكلمة بقت ترند على تويتر وانستجرام وتيك توك. بس بدل ما يعبروا عن الخوف ده بشكل مباشر بقوا يتكلموا بأسلوب ساخر شوية، يهربوا بين الواقع. مش معنى كده انهم مش خايفين، بالعكس ده نوع من انواع الدفاع النفسي. شكل الترند عامل ازاي؟ هتلاقي ناس بتنشر صور وتعليقات بتتكلم عن الحرب، بعضها بشكل جاد وبعضها ساخر شوية، لكن في الاخر الكل عارف ان في خطر حقيقي ممكن يحصل. ده سبب ان الترند مش بيقف. طيب احنا كجيل واعي نتصرف ازاي؟ نفهم اللي بيحصل قبل ما نشارك او نعلق. نمشي ورا الترند ممكن، بس بعقل. نحافظ على احترامنا ونكون صوت واعي مش صوت فوضوي. ودايما افتكر الآية دي: وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الخلاصة الناس قلقانة والترند بيعبر عن ده. في ناس بتهزر وناس بتحذر، وانت دورك تكون واعي، تعرف المعلومة من مصدرها وتنشر الصح مش بس الترند. سلام.